راح يجي بدم بارد راح شوفوا. السلام عليكم. الجميع شاهد هذا الفيديو اللي تشوفوه حاليا قدامكم. بوزرتشي يسحب مسدس يرمي طفل عمره 15 سنة ويرديه قتيلا بالحال. طفل حسين 15 سنة راح بدم بارد، لم يكن طرف في أي مشاجرة، وإنما كانت مشاجرة مع شخص ثاني صوب هذا الشخص، لكن حسين راح ضحية لصراع ما داخل به ولا عنده رأي به ولا عنده مشاحنة ولا أي كلام حسب ما يذكر ذويه. السلام عليكم. بقاء لله. حيدر، القصة باختصار. احنا اخونا متطرف، لا بالسالفه ولا نعرف الولد القاتل ولا ان سابق انذار وياه. مجرد اخوي قاعد بالباب، جاء صاحبه قال له مشينا نعبي بنزين، بس صاحبه عنده مشكله وياه قبلها بيومين ويا البوزرتي. بس احنا هاي مو سالفتنا، احنا سالفتنا ابو المحطه. ابو المحطه انت يعني شلون بتدري بيه شايل سلاح؟ حسوني بيصف حسون بالثالث متوسط يلعب طوبه، يعني متأمليه يكبر ويتخرج ويتزوج لحظة واحد قرر انه ينهي حياته راح يجي بدم بارد راح شوفوا. في شهر محرم الحرام. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، بس ليش راح بدم بارد؟ ليش مشغل لك عصابتي؟ يعني الآن يكتب كثير في مواقع التواصل الاجتماعي إنه اليوم أنا إذا أروح للمحطة وما شايل فلوس أو أختلف ويا بوزرتشي مثلا، هل سيكون مصير القتل؟ هو احنا خايفين من الحاله هذه، يعني ما تصير. وين الانسانيه؟ يعني انا مثلا نسيت فلوسي بالبيت وجيت فورت بنزين امد ايدي نسيت فلوسي، يعني البوزرتشي شايل مسدس يقتلني مثلا؟ ما صايره هذه. السلاح منفلت، يعني اي واحد شايل السلاح مثلا. احنا نطالب وزير الداخليه بهاي القضيه تتدخل، مثل القضيه هذه يعني استشرت بالمنطقه، يعني خاصه عندنا بالحسينيه. يعني السلاح منفلت فد مره، شنو يعني ما عندي واحد تجي تقتله؟ ليش هالشكل؟ طفل بعده وريعان شبابه، يعني طفل بعده بثالث متوسط 15 سنه، تجي واقف على صفحه وكو تصوير عنده وكو شغلات كلها موجوده، تجي تقتله؟ ما صايره، يعني ابدا ما صايره هاي. شكرا جزيلا. يعني للأسف أصبح مشهد أنه نستيقظ ونسمع بحالة قتل جديدة في العاصمة بغداد أو المحافظات اعتيادي جدا. يعني من تيجي الشخص تقول له يابا اليوم صار بالحسينية، اليوم صار بالشعب، بغداد جديدة بغير مكان، صار فلان حادث، وكأنه الموضوع جدا اعتيادي. ارتفاع معدل الجرائم الجنائية يهدد كل هاي الأرواح، كل الناس الموجودين واني والمصور، كل الناس أرواحهم في خطر في ظل استمرار السلاح المنفلت بهذا الشكل. تحياتي.